السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبيباتي عاملين ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو فات. نبدأ النهارده الفيديو بتاعنا بالدعاء. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الفيديو النهارده يا بنات فيه افكار كتيرة جدا ان شاء الله باذن الله تعجبكم. الاول كده انا نزلت جبت مشتريات يا بنات. بصوا انا كان عندي عزومة، فالعزومة لازم تكوني مجهزة لها من البداية، ولازم تكوني عارفة انت هتعملي ايه وايه هي الحاجات اللي ناقصاكي والمفروض انت تجيبيها. فأنا نزلت في اليوم اللي أنا كنت هاجيب فيه طلبات السوق، نزلت جبت الحاجات اللي أنا محتاجاها واللي هي ناقصاني واللي أنا عايزة أعملها إن شاء الله بإذن الله، وهتنفعني في العزومة. فجبت كده الأول برتقان، البرتقان ده بنات بلدي اللي هو العصير، مش بسرة. وجبت أدام برتقان يبقى لازم يكون معاه جزر عشان بيدي قيمة غذائية حلوة جدا. وده بنات بديل اقتصادي للبرتقان بالجزر، ده بديل اقتصادي حلو قوي قوي لقمر الدين. جبت كمان معايا، بصوا يا بنات الطماطم غالية دلوقتي، الطماطم بقت شادة خالص، يعني الكيلو ب15 جنيه في الطماطم. فأنا جبت طماطم اللي هي الناشفة على قد السلطات بس، أو مثلا هخليها في التلاجة. أنا جبت 2 كيلو. الاتنين كيلو عاملين 30 جنيه، الاتنين كيلو عاملين 35 والله يا بنات، الاتنين كيلو عاملين 35 مش 30. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا جبتها قلت أخليها في التلاجة على قد السلطة، وعلى قد مثلا لو هعمل جبنة بالطماطم ولا حاجة. وجبت كمان طبعا معايا البطاطس اللي مفيش غنى عنها عشان خاطر السحور. وجبت الفلفل برضو لسه شادد حلو قوي، كيلو الفلفل عامل 25 جنيه. ده اللي هو المشكل، يعني هتاخدي الشطة الحارة ديت مع الفلفل الرومي. جبت كيلو، جبت ب15 جنيه فلفل، ما جبتش كيلو كامل. هو البياع يعني عنده اللي هو الميزان الحساس ده، فانا اشتريت ب15 جنيه. وجبت كمان معايا كرومبتين علشان ان شاء الله باذن الله هنعملهم مع بعض في العزومه. وجبت معايا برضو من السوق، جبت معايا كيلو من الرقاق الطري. طبعًا إحنا عارفينه، بس ده يا بنات مش الآلي. الرقاق دوّة مش اللي أنا كنت جِبته قبل كده معاكم في فيديوهات. لأ دوّة رقاق اللي هو معمول على الإيد بيتي يعني. الكيلو فيه كان عامل 40 جنيه. وجِبت كمان ورق فويل عشان أنا كنت محتاجاه، وهاحتاجه إن أنا أغطي فيه الطواجن إن شاء بيه الطواجن إن شاء الله. فأنا كنت محتاجة ورق فويل، فجِبت كمان لفة ورق فويل معايا، هتنفعني بعد كده، وأنا هابقى محتاجاها عندي في البيت، ما كانش عندي يعني أساسًا. تمام. ديّة كانت مشترياتي اللي أنا جبتها علشان خاطر العزومة إن شاء الله بإذن الله. تعالوا بقى نجهّز ليها ونشوف هنعمل إيه. الأول كده أنا طلّعت كيسين 2 كيلو من اللبن. أنا عندي هنا كيلو بقري وكيلو جمسي يا بنات، باسيبهم على الرخامة لحد لمّا يفكوا خالص، وبعد كده بابدأ إن أنا أغليهم. أنا دول كنت مطلّعاهم من قبلها بيوم بالليل، يعني أنا يمكن مش بالليل كمان، يمكن من قبل المغرب. وأنا مطلّعاهم عشان خاطر أنا عايزة الفراخ تفِك معايا، على أساس إن أنا بالليل أتبّلها. واللبن هو كمان أسيبه يفِك خالص، لإن إحنا عارفين الجو اليومين دول ساقع أوي، فإن هو يفِك خالص ويبقى مَيّة ما فيهوش أي حتّة تلج، عشان مش يدّيكِ لسعة الشياط وهو بيغلي. مش هيفِك بسرعة يعني. أنا هنا المَيّة اللي أنا نقّعت فيها الفراخ يا بنات، حطيت فيها حاجات النقع، وحطيت فيها معلقة كبيرة من الملح، حطيت فيها رشة من السكر، باحط فيها شوية من الدقيق، باحط فيها عصرة ليمون. حابة تحطي مثلًا رشة من الزنجبيل، بتشيل أي زفارة عندِك في الفراخ. أنا أساسًا كنت ناقعاهم قبل كده، بس برضه قُلت بدل ما أخلّيهم في المَيّة كده، أخلّيهم في مَيّة النقع. هنا دلوقتي بقى إيه، قُلت أجهّز. ده كده كان قبل العزومة بيوم يا بنات. حاولي إن أنتِ تخفّفي عنِّك ضغط العزومة، وخاصةً لو أنتِ بتعملي وتشتغلي لوحدِك، إن أنتِ ما تشتغليش كل حاجة في نفس اليوم أو في يوم واحد، عشان مش تحسّي بالضغط على نفسِك. فحاولي كده تنظّمي نفسِك من قبلها بيوم، والحاجة اللي أنتِ ممكن تجهّزيها من قبلها بيوم جهّزيها، وخفّي الضغط عن نفسِك عشان خاطر تكوني في اليوم اللي أنتِ عاملة فيه العزومة، تكوني مرتّبة نفسِك، ما تكونيش مضغوطة أو متوتّرة أو حاسة إن أنتِ تعبانة من الوقفة أو من الشغل. فأنا في اليوم اللي هو يعني مثلًا أنا العزومة دي تبان كانت عندي يوم الجمعة. أنا من يوم الخميس عملت إيه، أنا طلّعت اللبن لإن أنا محتاجة لبن يوم الجمعة علشان خاطر الحلويات، وعلشان خاطر البشاميل، وعشان خاطر السوبيا، عصير. فأنا محتاجة ألبان. طلّعتها عشان تفِك براحتها خالص، تاخد وقتها في إن هي تفِك خالص وتبقى سايلة معايا. أنا كنت جايبة هاعمل محشي كرنب، قُلت من قبلها برضه بيوم هاسلق الكرنب وأقطّعه وأحطّه في التلاجة لتاني يوم اللي هو يوم الجمعة، على قد إن أنا بس هاعمل التسبيكة وأبقى أقعد ألِف الكرنب. اللي أنا هاعمل فراخ مشوية، برضه من قبلها طلّعت الفراخ علشان تفِك خالص وتاخد وقتها، وأبدأ إن أنا أتبّلها وأحطّها برضه في التلاجة لحد لمّا بادخّلها برضه الفرن يوم العزومة.
هنا بُصّوا يا بنات، أنا في مَيّة السلق بتاعة الكرنب باحط إيه، باحط رشة ملح بالكمون، وباحط رشة من السكر، بتدّيها طعم حلو أوي، أوي للكرنب. وكمان الكمون يعني لو الكرنب إحنا عارفين بيبقى بيعمل انتفاخات وكده، لأ بيشيل أي انتفاخات أو أي حاجات بتخلّي إن الكرنب يعمل عندِك انتفاخات. بعد كده يا بنات بقى هنا باسلق الكرنب وباطلّعه لمّا بيتسلق، أنا باطلّعه من المَيّة السخنة على مَيّة ساقعة من الحنفية علشان خاطر أوقّف عملية السلق. أنا ما باسلقش أوي إن هي تتهري منِّك في إيدِك وأنتِ بتلفّيها، لأ لازم تكون السلقة 3/4 عشان خاطر لمّا تيجي تلفّيها تبقى أنتِ عارفة تمسكي الورقة وتتّكي عليها أو تقفلي على الرُز، تكوني متحكمة تقفلي على الرُز كويس. نرجع بقى يا بنات تنظيمِك وأنتِ واقفة في المطبخ، فلازم تنظّمي نفسِك من قبلها بيوم، بحيث إن أنتِ يوم العزومة هابقى أنا عارفة من النوم هاصحى أعمل 1، 2، 3 ما تكونيش متوترة وما تكونيش ضاغطة نفسِك. أنا قبلها بيوم سلقت الكرنب، تبّلت الفراخ، بدأت أجهّز للعصاير، إن أنا طلّعت اللبن علشان يفِك. م عارفة إن أنا يعني حاطة كده في مخي أنا هاعمل إيه بكرة الصبح، إيه هي العصاير اللي أنا هاعملها. بحيث إن أنا لمّا أصحى أول حاجة أنا بابدأ بيها في اليوم العزومة هي العصاير والحلويات، عشان قبل بقى ما تبدئي بقى في التوم وقبل ما تبدئي في البصل وأنتِ كل حاجة عندِك نضيفة وما فيش أي ريحة ليها، يبقى أنا هاعمل العصاير وتعملي الحلويات وتبقى كده بند أنتِ خلصتِ منه، وهو أساسًا بند يعني ما لازم وأساسي على الفطار في رمضان، وخاصةً لو أنتِ عازمة أو لو أنتِ عازمة حد أو أنتِ يعني عندِك عزومة بمعنى أصح، تمام؟ هنا زي ما أنتم شايفين أنا كده سلقت الكرنبتين اللي كانوا معايا، أنا سلقتهم وهابدأ كده أقطّعهم وأحطّهم في الطبق كده، أنا مش هافصّلهم يا بنات، يعني تفصّليهم يعني إيه، يعني إن أنتِ تقطّعيهم لقطع صغيرة قد إن أنتِ تلفّي صوابع صوابع، لأ أنا باقطّعهم كده وباحطّهم في التلاجة. دي الفراخ كانت عندي معايا فكِّت، هابدأ بقى أجهّز لها التتبيلة بتاعتها، التتبيلة بتاعتها سهلة وبسيطة بس بتدّي نكهة وطعم حلو أوي، أوي للفراخ بتاعتِك، وسلام لو كنتِ أنتِ عاملاها من قبلها بيوم بتبقى شاربة كده من التتبيلة وتبقى حلوة أوي، زي ما أنتم شُفتوا أنا حطيت هنا معايا 3 بصلات وسط، وحطيت معايا طماطميتين، وحطيت معايا حبّتين من الفلفل، واحدة رومي واحدة حراقة. هنا كان معايا شوية روزماري صغيّرين حطيتهم، حطيت رشة من البابريكا، توم باودر، بصل باودر، 7 بهارات، سِنّة من القرفة، الفلفل الأسمر، الملح، وحطيت يا بنات حبّهان، وحطيت كمان ورقتين من اللوري، ومكعب من المرقة. تبدئي تضربي الحاجات دي كلّها مع بعضها، ده ورق اللوري والحبّهان، تضربي بقى الحاجات دي كلّها مع بعضها بتشمي ريحة التتبيلة بتبقى في منتهى الجمال، بتبقى روعة. ما باحطش أي صوصات يا بنات عليها، هي حابة إن أنتِ تضيفي صوصات عندِك صوصات حابة تضيفيها ضيفيها، بس بجد التتبيلة ديّة جرّبيها وعلى ضمانتي، بتبقى تحفة أوي، أوي، أوي. اللي أنا نسيت أقوله إن أنا في التتبيلة باحط كمان شوية زيت، رشة كده من الزيت أنا باحطها في التتبيلة. هنا بادّي كده إيه تشريحات كده للفراخ بحيث إن التتبيلة دي تدخل جوّه النسيج نفسه، جوّه جلد جوّه اللحمة بتاعة الفراخ نفسها. بابدأ بقى كده ديّة كده من قبلها بيوم هاسيبها لتاني يوم أنا هادخّلها الفرن على الساعة 15:00 تقريبًا. 15:00، 15:30، 15:15 بادخّل الحاجات المشوية في الrange ده، تاخد وقتها وبراحتها في السِوَى، وكمان تبقى مستوية كويس، وكمان ما أكونش أنا مستعجلة كمان عليها في التسوية، تمام يا بنات؟ هنا بقى هابدأ أغطّيها وأدخّلها التلاجة عندي. ده كان تاني يوم يا بنات، كده كان خلاص كده أول يوم اللي هو كان يوم الخميس كان خلص، تاني يوم الصبح أول ما صحيت طبعًا اتوضّيتِ وصلّيتِ الضحى، تبدئي بقى كده تدخلي المطبخ بتاعِك تشوفي أول حاجة عملتها كان عندي لبن فِك خالص، أنا قُلت اللبن ده بايت برّه، خلّي بالِك ما لا راب ولا باظ ولا جرى له أي حاجة، لإن إحنا أساسًا جو شتا، جو برد، زائد إن هو أساسًا كان لبن متلج، يعني أنا بافضّيه وهو لسه ساقع جدًا، كان أي نعم التلج فَك منه بس هو ساقع أوي، تمام يا بنات؟ هابدأ بقى إن أنا أغليهم كده بحيث إن أنا يبقوا جاهزين معايا عشان خاطر لو أنا عايزة هاحتاجه في البشاميل وهاحتاجه في العصاير وهاحتاجه في الحلويات، فأنا محتاجة النهارده ألبان كتير. أنا استخدمت كيلو لبن بقري زائد كيلو لبن جمسي يا بنات، تمام؟
طيب نيجي بقى نشوف العصاير عندي. أنا قُلت هاعمل عصير مانجا وهاعمل سوبيا وهاعمل اللهم صل على سيدنا محمد عصير برتقان بالجزر، إحنا كنا جايبينه معاكم في المشتريات، جايبين الجزر وجايبين البرتقان. أنا برضه من الحاجات اللي أنا عملتها من قبلها بيوم إن أنا قطّعت الجزر و وسلقته من قبلها بيوم، بحيث إن أنا تاني يوم الصبح يبقى عندي الجزر جاهز ومسلوق على قد إن أنا هاضربه مع البرتقان. بدأت إن أنا أجهّز العصاير بحيث إن أنتِ يبقى حاجة أنتِ خلّصتيها وبند أنتِ خلصتِ منه من قبل ما تبدئي في شغل المطبخ، وقبل ما تبدئي بقى تحطّي إيديكِ لا في بصلة ولا في تومة ولا في حاجة من الحاجات ديّة، يبقى أنتِ عندِك كده العصاير والحلويات جاهزة. خلّصت الأول العصاير وبعد كده هادخل أعمل الحلويات. أنا هاعمل صنف واحد بس من الحلويات اللي جنب العصاير ديّة. اللمة يا بنات، التجمُّع يا بنات هي مش أكل وشُرب بس، اللمة وصِلة رحم، اللمة ضحكة حلوة من القلب، اللمة جبر خاطر، مش تقيسيها بالأكل والشُرب فقط لا غير. أنا هنا دلوقتي دوّة يا بنات التمر هندي الطبيعي، أنا باغلي مَيّة سخنة وبانقعه في مَيّة سخنة لحد لمّا يدوب خالص معايا، وتبدئي بقى إيه تكمُريه كده أو تضربيه في الخلاط على حسب ما تحبّي. هنا هابدأ بقى أجهّز لل لل للتسبيكة وللتعصيجة. هابدأ إن أنا أعمل عصّاج، وأبدأ إن أنا أعمل التسبيكة بتاعة المحشي. أنا ما فرمتش بصل يا بنات، فاكرين ده البصل اللي إحنا كنا مفرّزينه قبل كده مع بعض في فيديو من الفيديوهات، وكنا مخزّنينه في الفريزر لرمضان. أنا قُلت أنا مش هاضرب عشان مش عايزة أعمل ريحة بصل في إيديّا خالص، عشان أنا لسه هابدأ أعمل الحلويات، بس أنا قُلت أحُط الحاجات ديّة على النار من فوق، بحيث إن أنا لمّا أخلّص الكنافة يبقى هُم كمان خلصوا، أبدأ أقعد أحشي وألِف المحشي على طول في وقتها، مش لسه هاستنى كمان. يعني حاولي وأنتِ واقفة في المطبخ وأنتِ بتشتغلي تعملي كده توازن، يبقى إيديكِ في كذا حاجة مع بعض. يعني لو مثلًا بتعصّجي اللحمة عصّجي مثلًا اللحمة أو اعملي تسبيكة عقبال ما تعملي حاجة تانية قدّامها، بحيث إن أنتِ يبقى في توازن كده في شغلِك في المطبخ، أو تسهّلي على نفسِك الوقفة في المطبخ، مش يبقى الدنيا طول النهار واقفة ومحتاسة وحاسة إن الدنيا كلّها مكركبة حواليكِ. وبرضه طول ما أنتِ واقفة وشغّالة في المطبخ خلّي دايمًا إيديكِ في كل حاجة في الحوض تتحط تتغسل اغسليها أول بأول، هيدان المكان عندِك نضيف، ويدان الحوض عندِك فاضي وما فيهوش حاجة. تمام. ده يا بنات عصير البرتقان بالجزر، هابدأ برضه إن أنا أعمله وأحطه في الأزايز كده، وأحطه في التلاجة لحد لمّا ييجي ميعاد الفطار. ده كده يا بنات العصاير دي أنا باعملها كانت لسه حوالي الساعة 09:30، 10 في الحدود دي، يعني لسه الحكاية كانت بدري خالص، بس أنا باجهّزها بحيث إن أنا يبقى عندي الحاجات جاهزة، ما أجيش على الآخر وأوتّر نفسي. تمام. هابدأ بقى أعمل القشطة بتاعة الكنافة. أنا هاعمل كنافة بالقشطة. باحط كده مقدار مثلًا كوباية ونُص من اللبن، والكوباية الصغيرة اللي أنتم شفتوها اللي هي معايا مَيّة ديّة، وباحط 3 معالق سكر، باخلّي السكر بتاعها خفيف، لإني راعي إن إحنا الكنافة بنسقيها بالشربات، فعشان خاطر ما يبقاش فيها نسبة السكر كتيرة. تمام. وباحط معلقة كبيرة مهرّمة من النشا، وباحط معلقتين من الدقيق، وإيديكِ فيها على طول ما تسيبيهاش لحد لمّا بتتقل معاكِ، هي متى ما بتسخن بتتقل معاكِ كده، وبتبقى قوامها سميك، يعني مش زي القشطة زي المهلبية تقيلة شوية. الحلو بقى إن أنتِ تروحي حاطة لو أنتِ عندِك مكعب من الزبدة يا بنات، حطي مكعب زبدة مع رشة الفانيليا. بتدّي الطعم في حتّة تانية خالص، بجد بتخلّي طعمها حلو أوي، أوي، أوي. هابدأ بقى الكنافة كانت عندي في الفريزر. أحلى حاجة إن لو جبتِ الكنافة عايزاها تطلع ناعمة أوي معاكِ يا بنات، حطّوها عندِك في الفريزر من قبلها بيوم. تيجي تفتفتيها تطلع معاكِ سهلة جدًا، وبإيديكِ من بين إيديكِ كده تبقى تنزل عاملة زي حبّات الرمل. بتبقى سهلة جدًا في إن أنتِ تفرُكيها أو تنعّميها. تمام. فأنا كان عندي الكنافة طلّعتها يا دوبي بس إن أنا ما بين إيديّا كده نعّمتها خالص وخليتها ناعمة. السر في الكنافة عشان تطلع معاكِ حلوة لازم تكون نوع السمنة اللي أنتِ بتستخدميه حلو، زائد إن أنتِ لازم تستخدمي كمية سمنة حلوة كتيرة، يعني مش معلقتين 3 من السمنة لأ، غرّقيها خالص بالسمنة بحيث شُفتِ لمّا بتعملي بسبوسة بتبقي متغرّقة دقيق السميد متغرّق بسبوسة إزاي؟ هابدأ بقى إن أنا أفرُك ال 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 الكنافة بتاعتي كلّها بالسمنة زي ما أنتم شُفتوا كده، وبابدأ أعمل طبقة كده إيه في القاع في الأرضية، بحيث إن أنا
أعمل حواف ليها، الطبقة ديّة بيكون ليها حيطة صغنّنة كده بحيث إن أنا لمّا أحُط القشطة أو الكريمة الكدّابة ديّة ما بتطلعش منّها أو ما بتيجيش على الصينية نفسها، وهابدأ بقى أوزّع الجزء التاني كده فوق على الوش زي ما أنتم شايفين، وبالراحة كده وزّعي بشكل متساوي وطبطبي كده عليها بحيث إن أنتِ تساوي الوش بتاعها، وقفّلي كده الأحرف بتاعتها بحيث إن ما يطلعش منّها كريمة خالص. هنا بقى كنت دخّلتها جوّه الفرن، وكنت حاطة مَيّة على النار تغلي علشان خاطر أنا كنت عايزة أسلُق الفرخة ديّة، فعايزة أسقطها، فقُلت حاطة المَيّة على النار عقبال ما تغلي. هنا باعمل كَمرة يا بنات الفراخ، الفرخة اللي عندي ديّة أنا عاملاها مسلوقة عشان أعملها بالفيجيتار، عشان في العزومة فيها أولاد صغيرين، أنتِ عارفين الأولاد الصغيرين دايمًا بيحبوا الحاجات اللي هي الcrispy شوية، مش ما لهمش شوية أوي في المشاوي أكتر من الcrispy يعني. تمام، فأنا الكَمرة ديّة باعمل بصلاية بابشر عليها طماطماية وبارُش رشة ملح ورشة فلفل أسمر، باحطها كده في الفرخة ما بين الجلد وما بين اللحم وفي الفرخة من جوّه. بُصّوا يا بنات البرطمانات ديّة برطمانات ورق عنب أنا حافظاها عاملاها من السنة اللي فاتت، ده كده كان آخر 2 برطمان معايا. بُصّوا البرطمان بيبقى أنا كنت باخبط لكم على الغطا من فوق اللي هو شُفتِ لمّا بتكوني شارية البرطمان من برّه وبيبقى ليه تَكّة أمان كده، أنا باعمل البرطمان دي كده تَكّة أمان عندي في البيت. الورق العنب زي الفل، بقى له سَنة لا مهري ولا متغيّر لونه ولا متغيّر نكهته ولا فيه أي حاجة بايظة ما شاء الله، الله أكبر، ما شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. أمّا يطلع ورق عنب هاعمل الطريقة ديّة بإذن الله معاكم على القناة. بجد أنا بقى لي ما لا يقل عن 5، 6 سنين ماشية بهذا النظام في التفريز. أنا جرّبت مش تفريز بقى، في التخزين، لإن أنا جرّبت طُرق كتيرة لتخزين ورق العنب، أفضل طريقة هي طريقة البرطمانات بصراحة يا بنات. هنا كنت سقطت الفرخة، هابدأ بقى أحط لها الحاجات بتاعتها، البصلة، الطماطماية، الفلفل الأسمر، ورق اللوري، الحبهان، مكعب المرقة، الحاجات ديّة بتدّي نكهة حلوة للشوربة بتاعتِك، زائد إن هي ما بتخلّيش أي ريحة زفارة للفراخ بتاعتِك أو للبط يعني عامةً، أو للحوم اللي هو الطيور يعني عامةً، تمام يا بنات؟ هنا كمان حطيت مكعب من المرقة، هنا كان العصاج معايا أهوّة خلاص بدأ اللحمة بدأت تتعصّج، وهنا الصلصة، كل حاجة شغّالة مع بعضها، بحيث إن أنا أنجز الوقت، أنا ده كلّه أنا باعمله لوحدي يا بنات، أنا ما فيش حد معايا الحمد لله ولله الحمد. هابدأ أعمل بقى إيدي في كل حاجة بحيث إن أنا أنجز الوقت معايا. هنا أنا باحب بان ده الورق الخضرة بتاعة المحشي أنا كنت مفرّزاها، أنا باحب أعمل باحب أدّيها كده تَكّة مع الصلصة على النار، وباروح منزّلة الرُز عليهم، وباروح برضه مدّية له تقليبة وتشويحة كده على السريع بسيط، مش هتسوي الرُز ولا حاجة، بس هي عقبال يتقلّب بس عقبال ما تقلّبيه في الصلصة وتروحي طافية عليه، وده أنتِ كمان بتكوني موطّية النار ما بتكونيش معلّياه. هابدأ كده أعمل الأول طواجن ورق العنب ديّة يا بنات، الطواجن دي إحنا كنا شاريينها مع بعض في المشتريات، عقبال بقى كده مع ما إحنا ما نلِف بقى المحشي بتاعنا ونشوف إيه الأصناف اللي إحنا هنعملها تاني، عايزة أتكلم معاكم في حكاية العزومات. بُصّوا يا بنات العزومة مش إن أنتِ تضغطي نفسِك خالص ولا ترهقي نفسِك ماديًا، العزومة على حسب استطاعتِك وعلى حسب مقدرتِك، العزومة الفكرة بتاعتها فكرة وِد وحُب ومحبة وتجمُّع ولمّة. فكرة صِلة أرحام، صِلة ترابط، صِلة فكرة إن إحنا نكون متجمّعين مع بعض على لقمة حلوة، على كلمة حلوة، على ضحكة حلوة. الفكرة يكون في ما بيننا وِد وتراحم وتعاطف وتقارب، نقعد مع بعض، نسأل على بعض، نطمن على بعض، ويا ريت يا بنات لمّا نخلّي التجمُّع دوّة تجمُّع خاص بينا إحنا، بيبعد خالص عن مثلًا الغيبة والنميمة وإن إحنا نجيب سيرة الناس ونجيب سيرة فلان ونجيب سيرة عِلّان، خلّينا في نَفْسنا، نضحك، نهزّر، نلعب، نتكلّم في موضوع، نتناقش في موضوع، حد عنده مثلًا مشكلة بيطرحها علينا، حد عنده فكرة بنتكلّم فيها، يبقى القعدة ما بيننا، القعدة لينا، القعدة علشاننا مش عشان خاطر حد، ديّة الفكرة اللي إحنا بنتجمّع فيها في رمضان. إيه نوع الأكل بقى اللي ربنا يقدّرِك عليه،
الفكرة مش إن مش عشان خاطر إن أنا مثلًا مش عندي ديك رومي ومش عندي الفكرة إطلاقًا، اللي في مستطاعتِك وفي مقدورِك اعمليه. الفكرة فكرة رضا فكرة حُب وفكرة إن إحنا بنتجمّع على لقمة حلوة بناكلها مع بعض. المثل بيقول لِك بصلة المُحب خروف، الحاجة القليلة أدام أنتِ عازمة حد بيحبِّك واللي جاي لِك محبة هيبقى بالنسبة له خروف. الفكرة مش فكرة أنتِ قدّمتِ إيه ليه، أنتِ قدّمي اللي في استطاعتِك أنتِ وما ترهقيش نفسِك لا ماديًا ولا جسديًا ولا معنويًا، قدّمي اللي يناسبِك. حبّة محشي مع شوية فراخ مع شوية مكرونة بشاميل، بيعملوا سُفرة في منتهى الجمال. بس للأسف أنا في آخر الفيديو يعني يالّا الحمد لله على كل حال. هنا بقى يا بنات أنا قُلت مش هاعمل سمبوسة، أنا عارفة إن السمبوسة بتبقى منتشرة جدًا في السُفرة، فأنا قُلت عايزة أغيّر، فأنا عشان كده جِبت الرقاق الطري دوّة، قُلت هاعمل إيه، رولات كده باللحمة المفرومة. عارفين فكرة اللي هو الكريب الجاهز، بس أنا عملتها بقى إيه رولات، وحطيت كده هاحط جواها شوية من الجبنة الموتزاريلا، وهاعملهم برضه على الجريل كده إيه من فوق على السريع، مش هياخد وقت من ناحية، ويبقى شكله حلو في التقديم من ناحية تانية، زائد إن هو أنا عارفة إن الكل هيحبه، يعني أنا لازم تكوني من هي أصلًا من أصول العزومات إن أنتِ لمّا تكوني بتعملي عزومة تكوني عارفة الناس اللي أنتِ عازماهم بيحبوا إيه وتعمليه لهم. يعني ما ينفعش مثلًا نسيب من الناس ما بيحبش مثلًا الحاجة الفلانية وأنتِ تروحي تعمليها له، ما ينفعش، ده مش من أصول ولا etiquette ولا واجب خالص العزومات، من واجب وأصول العزومات إن أنتِ لمّا تعزمي حد على حاجة، تعزميه على الحد دوّة على حاجة هو بيحبها مش أنتِ بتحبيها، تمام؟ فأنا عارفة إن اللي أنا عازماهم هم هيحبوها، يعني هيحبوا الحاجة ديّة، فعشان كده أنا قُلت إيه، هنبعد خالص عن السمبوسة وهاعملها إيه رولات كده زي ما أنتم شايفينها معايا، وهي طويلة شوية أنا هاقسمها بقى إيه بالنُص يا بنات، بحيث إن هي يبقى إيه كل رغيف من الرقاق الطري دوّة هيعمل لي 2. ده كده الكمية اللي كانت إيه معايا يا بنات. هابدأ بقى أركّب صواني البشاميل، كده كان مع العصاج معايا جاهز أساسًا، وعملت البشاميل كمان وكنت سلقت المكرونة، هابدأ بقى أركّب كده إيه الصواني بتاعتي علشان خاطر برضه أدخّلها الفرن. أنا في الوقت ده يا بنات كنت دخّلت الفراخ المشوية، حطيتها في الصينية زي ما أنتم شفتوها دلوقتي وأنا بارصّها، ودخّلتها الفرن. الفرن لمّا اشتغل على ال الصواني بتاعة البشاميل، واشتغل على الفراخ، وكمان هاحط معاهم برضه طواجن ورق العنب. لو أنتِ وصلتِ معايا لحد هنا في الفيديو مش تنسيني من اللايك والشير والسبسكرايب للقناة لو أنتِ أول مرة تشوفيني. إن شاء الله بإذن الله القناة هتلاقي فيها فيديوهات حلوة جدًا هتعجبِك، ولسه في أفكار كتيرة جدًا عندي لسه ما اتعملتش، فإن شاء الله بإذن الله يا بنات انضموا لعيلتنا وخلي العيلة تكبر بيكم، عشان القناة تكبر بيكم وتوصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين. زي ما أنتم شايفين هنا أنا غطيت هنا كده الشوربة يا بنات كانت سخنة، أنا كنت لسه طافية عليها. باغطّيها الأول بورقة من الزبدة عشان يعني ممكن تكون حاجة صحية برضه بنحافظ على الأكل بتاعنا يكون صحّي، عشان إحنا عارفين إن ما ينفعش تغطّي بالورق الفويل كده على طول، فأنا حطيت الأول ورقة من الزبدة، وبدأت إن أنا أغطّي كده بالورق الفويل وهادخّله على الصاج بتاع الفرن اللي هو تحت خالص. اللي هو على صاج الفرن على طول مباشرةً، تمام. هنا كانت الكنافة خلاص بردت خالص معايا وأنا كنت كمان سقيتها بالشربات وطالعة من بدري، قُلت هاحطها كده بُصّوا يا بنات الطبق ده بتاع التورتات، تمام. أنا باستخدمه لحاجات كتيرة، يا لتورتة ماشي، لكنافة ماشي، لو أنا ممكن مثلًا عاملة حلويات بس عايزة أحافظ عليها يكون حاجة متغطية مثلًا قطايف، عاملة جلاش، أي حاجة أنا عاملاها باروح حاطاها في الطبق دوّة، وباروح بالغطا كده ومغطياها بإنها محافظة عليها ما فيش أي حاجة إيه تيجي عليها. هابدأ بقى أطلّعها أحطها على ترابيزة الصالون، بحيث إن إحنا لمّا بنتجمّع ونقعد فيه يبقى الحاجة برضه إيه جنبنا في متناول الجميع، لو حد عايز يعني أي حد عايز حاجة من الحلويات. هنا كان المحشي خلاص خلص معايا، هابدأ كده إن أنا أسقيه و أشغّل عليه النار. حاولي كل حاجة تعمليها تحسبي الوقت بتاعها من بدري وبزيادة شوية، أنتِ مش ضامنة النار تضعف معاكِ، النار مثلًا الحلة ما تكونش مضبوطة كويس على النار، بحيث إن أنتِ لمّا تيجي تستوي تاخد الحاجة راحتها في السِوَى وتاخد وقتها في السِوَى، تستوي على نار هادية، تمام يا بنات؟ هنا كنت خلاص بقى هاغطّي بقى كده على الحلة بتاعتي، بحيث إن هي تاخد وقتها وتاخد سواها براحتها. أنا علّقت على المحاشي على الساعة 16:15. هنا كان الصواني بتاعة البشاميل طلعت، حمّرت الرولات بتاعة الرقاق الطري،
وبدأت الحاجة كده إيه، أبدأ كده أطلع أرُص على السفرة. الحاجة اللي أنا عايزة أعتذر لكم عنها، إن أنا اعتمدت على بنتي في إن هي تصوّر لي السفرة، فبنتي ربنا يحفظها لي صوّرتها لي بدل ما تصوّرها فيديو صوّرتها لي صور. صورتين كده، وكمان ما كنتش لسه كمّلت الرَص بتاع السفرة، كان أنا قُلت لها أنتِ صوّري بحيث إن أنا برضه إيه، هارحّب بإخواتي والضيوف اللي جايين، واعتمدت عليها فللأسف، بس الحمد لله يعني. طَب أنتم شايفين بقى إيه برضه الحاجة كده معايا شكلها كان عامل إزاي في الآخر، ده المحشي، وأنتم شُفتوا طواجن العنب وشُفتوا الرُلّات وشُفتوا المكرونة البشاميل، وده كان منظر السفرة، كان ناقصها كان ناقصها صواني البشاميل، ولحد هنا كده خلص الفيديو، أشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.